ما أحزن الله عبدا إلا ليسعده، وما ابتلى الله عبدا إلا لأنه يحبه. يسعد لي صباحكم، صباح القهوة، صباح الرواق، صباح الورد لأحلى وأغلى أميرات بالدنيا كلها، أميرات الحلوين. كيفكن لليوم؟ اشتقت لكم. إن شاء الله يا رب يكون الفيديو اليوم يعجبكم، وبتمنى كل عم يحضر الفيديو لليوم بصحة وعافية يا رب. يسعد لي أوقاتكم. هلا حأخذ قهوتي وروح على الصالون واسمع أذكار الصباح. ولا كنت شايفين معكم، صبحت عليكم وسعد لي صباحكم. وهلا بلشت بعد ما شربت قهوة وسمعت أذكار الصباح وبلشت لكم الله وكيلكم بقاني بتظبيط الصالون. بلشت أول شي بتعرفتوا عادتي اللي متابعني، بلشت أعمل شي صفيات نفضهم كالعادة. وهيدي في وحدة بالتعليقات كتبت لي إنه فكرتها سجادة، هي صراحة منا سجادة، هذا حصير بس حصيرة تركي أو بيقولوا له البساط التركي. هيدا مثل حصر عنا بسوريا بنستخدمه، يعني هذا من نايلون مش إنه سجاد. ما فكرت وحدة بالتعليقات كتبت لي إنه هلا حاطة سجاد. لا حبيبتي، هيدا مش سجاد، هيدا بساط ما بخليك تصحطي إذا توضيتي عندك ولاد صغار. كتير منيح وكويس كتير كتير، وبيعطي للصالون كتير ترتيب. فحبيت بس على وحدة بالتعليقات كتبت لي إياها، حبيبات قلبي أميراتي أصلا أنتوا الحلوين. هيك نفضت الصفايات شايفين معكم. بلشت كمان بالطاولة، بلشت أول شي أمسح على الطاولة. بتعرفوا بمسح الغبرة أول شي، بنفض الكراسي، طاولات السفرة، طاولتها وكراسيها، الصوفيات، وشلت الحصيرة من الأرض وحطيتها على البلكون. هون بعد ما بمسح غبرة البيت كلياتها برجع ببلش أول شي بالبلكون بشطفه. بس اليوم صراحة قللت مروة وما مديت الأربيج أبدا أبدا. رحت جبت لكم إنه اللهم صل على سيدنا محمد جالون مي، وصرت أشطف بالجالون. حطيت هون شوية من معطر الأرض، وحطيت فوق منه هالمي بلش بهالبلكون حتى أشطفه. هلا هيك كمان بلشت بالفرشاة أول شي أفرك الأرض منيح. يا ريت عن جد توصل روائح اللي بنحطها، عن جد روائح كانت غير شكل روائح المنظفات اللي بنستخدمها كتير حلوة كانت. نفس الشي كمان حطيت شوية معطر بالصالون وبلشت كمان بالجالون ذات الشي. الله وكيلكم اليوم قللت مروة شوي صراحة وما بديت الأربج، قلت لها حبس هيك إنه بالجالون كبت شوي صغيرة مي واشطف الأرض. منه الواحد بورد أن كتير كان شوب يوميتها، كان شوب منه معقول، درجة الحرارة مرتفعة. فركت هيك الصالون كلياته ومسحته للصالون كلياته مثل شايفين معكم. وانا هون صراحة غيرت محل ورق الصالون، هيدي الزريعة اللي حاططها بالزاوية حطيتها هالمرة غيرتها. هلا باخر الفيديو بتشوف شو عم بحكي. حطيتها بالزاوية عند طاولة الصفرة عند الباب حطيتها، فقالوا انتوا شو رايكم فيها برجع محلها بالزاوية حد الصفايات، ولا بخليها هون بين صارت الكردون. هون صرت انا بالكردون عم بشطفه، او برجع محلها على الزاوية. هلا بفرجيكم شو عم بحكي. خلصت هيك شطف الكردون والصالون والمطبخ، وجيت على غرفة الولاد. بلشت كمان انفض هيك شراشف لتخوت الاولاد واعملهم. هلا هيك كلياتهم على الطريقة هيدي بعمل لتخوت الاولاد كلياتهم. كمان بكنس الغرفة وبمسحها، بس صراحة ما فرجيتكم انه عم كنس مسحها. صراحة شوي بتلبك اذا واحد عم بيصور وعم بيشتغل. فاشتغلتن هود خلصت منهم، فصار عندي البيت كلياته جاهز. دخلت على المطبخ، كان هيك عندي جارتي شربت انا وياها قهوة وحطيت الترويقة، وهون الصحون اللي طلعوا معي طلعون الجليات. وهيك بلشت غسلت اول شي الصحون، ورجعت بلشت فيهم كمان اجليهم لحتى خلصت كل الجليات. على فكرة انا احلى فقرة بحبها فقرة الجلي، كتير بحب الجلي كتير كتير، خصوصا بهالشوبات هيك بتوردي هيك المي مسقعة باردة غير شكل. هيك جديتهم كلياتهم وحطيت هون شايفين معكم. حطيت منشفة صغيرة. صراحة أنا كتير بتضايق من المشك، أو بيقولوا للمصلحة يعني كبار كيف ناس، كل الناس بتقلى شي يعني صراحة بتلبكني صراحة. بحب أحط هيك منشفة أو أي شي أو صينية أي شي بحط عليه الجليات، وبحب يكون سطح المجدة عندي فاضي ما يكون في أي شي. بس صراحة أنا بعد ما عندي خزن لهيك ملبك شوي بالأغراض هون بدي أحطها.
فبحطهم على سطح المجلة برجع بشيلهم وبضبهم محلاتهم. هلا هيك خلصنا الجليات ومسحنا سطح المجلة وصار عندي سطح المجلة جاهز. هلا بنبلش وين؟ بفقرة الطبخ. ندخل على المطبخ كمان اصلا ما طلعنا منه. ببلش معكم بعمل طبختي لليوم او وصفتي لليوم. هلا هيك رجعت الطاولات كلها محلها، الطاولات والكراسي وكل شي رجعته محلاتهم. اعطوني رايكم بقى بالصالون بالزريعة ما بدي حطها. حلو الهمة هيك والصباح هيك والنشاط، همة النشاط هيك. سبحان الله الصبح هيك واحد يكون عنده نشاط وحيل، بيقوم بيشتغل بيكنس بيمسح بيشطف بيرتب البيت. الله وكيلكم بعض ما بيكون واحد له حيل ابدا يشتغل ولا شغله ابدا ابدا. ليك رجعت طاولة السفرة محلها وكراسيها، لاني انا ساعات بشطف بعد ما اشطف اول ميلة برجع بشيل وبحطه على الميلة التاني، ما بخليه يكب عليهم ميلة حتى ما ينتزعوا معنا كمان والخشب ينتزع معنا. بشطف اول نص من الصالون بس. ما قلت لكم كثير فيني فرجيكم كل شي عم بيشتغلوا، في صعوبة شوي. فشلتهم حطيتهم على ميلي هني والكراسي رجعت رديتهم محلاتهم. هلا هيك الصالون صار معي جاهز، وهي الرزيعة اللي بخبركم عنها. انتوا قولوا لي برايكم يا اميراتي وين بحط لك هي الزريعة؟ بحطهم بالزاوية ولا على الميلي ولا على الميلي؟ بحب اخذ رايكم وقولوا لي رايكم انتوا. ووصفتي لليوم او طبختي لليوم حتكون المجدرة من الاكلات المقدرة والاكلات التراثية والشعبية والنباتية وكتير سهلة وكتير طيبة وسريعة كمان. قد ما تعبت اليوم اخر شي قلت رح اعملكم اكلة المجدرة ومشي لليوم، بس اكل كتير طيبة. بتمنى اللي ما مجربة يجربها. انا هون حطيت كباية وحدة من العدس، سلقتهم بعد غسلتهم حطيتهم على الغاز لحتى استووا معي العدس. ضفت عليهم كباية وحدة من البرغل. كل كباية عدس تحتاج لكباية وحدة من البرغل. حطيتهم على الغاز هيك ليستووا مع بعضهم. بهالفترة هيدي كمان جبت 4 حبات من البصل قطعتهم لطرنشات وضفت عليهم زيت الزيتون وحطيتهم على الغاز. أكلة المجدرة كتير طيب بصل، وقد ما فيكم تكتروا. أنا هون كان بقين عندي بس قد ما فيكم تكتروا، أنا بحب البصل. الله وكيلكم أنا أولادي بنقعد نتخانق على البصلات مين بدي ياخدهم. غير شكل ما هي التسمية ناخد اللون الذهبي. وهلا مجدرة فرجيتكم شفتوها هلا معكم كمان. نشفت معي نشفت ميتها صارت معي جاهزة. حتى يستووا معي البصلات ببلش بقليها بالزيت. هيدي الوصفة ما بدها سمنة ولا زبدة ولا أي شي، فقط بزيت الزيتون تاخدوا طعمة المجدرة. وهيك المجدرتي صارت جاهزة، ومع جنبها عملت سلطة ولمن بخيار. وفضلة خيركم كان عندي شوية لفت من الشتوية، يعني بقول هي آخر مرة طبعا عندي إياه حتى لونه تغير شوي بس طعمته ما تغيرت أبدا أبدا. والسلطة واللبن ومخلل كبيس. بتمنى وصفتي لليوم تعجبكم. بحبكم كتير وبودعكم. معكم أم ليان السورية. باي باي.